من اسهل الوصفات اللي عندي كيك 7 مغارف. تابع معايا الفيديو. خذيت الفرينه 4 عظم، كاس حليب، كاس زيت، نفس الكيلة بين الكاس الحليب والزيت، سكر فاني والخميره. خذيت الاربع عظمات، فقصتهم مع بعضهم، خلطتهم معاهم سكر فاني، وحطيت لهنا 7 مغارف سكر، وخلطتهم مليح حتىش ولا اللون بتاعهم ابيض هكا خاثر. ولا تشوفوا في الفيديو لهنا راهو تنجموا مش بالضروره تعملوا بالميكسور، راهو تنجموا تخلطوا حتى بيديكم، صحيح ياخذ شويه وقت اما راهو عادي يعطي نفس النتيجه. من بعد خليط الخميره والفرينه، راهو لهني بالحق الاستيوس اللي تنجح انكم لازمكم الخميره والفرينه تغربلوا مع بعضهم، باش الخميره تنجم تدخل هي الفرينه في الخليط هكي يدخل فيها الهواء، ما تكونش يعني شده بعضها، عرفتوا؟ دونك هني اول حاجه خذيت الخميره وعملت مره 5 ولا 4 مغارف، ومن بعد كملت الباقي 7 مغارف، كملت خلطهم بالفوي مليح هكاكا. وراني انا بالنسبه للميكسور راني نخدمها اول مره باش نطلع العظم با بلوس، الباقي كله نكمله بيدي بالفوي وحدي، معناها من غير الميكسور ماهيش ضروري. السوفي طلعته العظم ما عادش تسحقوها الميكسور. ولهنا نوري فيكم في المول اللي عندي، يعني هذاك يسد لي 4 عظم، مع انهم ما شاء الله العظمات هذا مجوني كبار بالكدا، يعني تحسوا فاضي شويه، من بعد تشوفها في الاخر فاضي شويه في المول اللي عندي. ولهني ديجا حطيت في بان مارين شوكولاته الذوب. راني مانيش من النوعيه اللي نحب برشا شوكولاته في الكيك، ديما نحبها راني كيك سامبل تكون عاديه يعني. خديت شويه بركه، نحب هيك حتى الشوكولاته اللي تكون فيها فاتحه، مش الشوكولاته عرفتوا. قسمت على زوز، فرغت نص الاول في المول متاعي، من بعد خلطت الشوكولاته مع اللي بقى الشطر الثاني، ومن بعد حطيتها في الفرن نصيف ساعه النار الفوق ولوطه. وفوالا هذه الكيك متاعي كيفاش خرجت ان شاء الله فاسيلمون تنحات لي، ما بالسكت لي ديريكت من اللي نحيتها. اما الحق لهنا راني خليتها تبرد شويه باش كي نجي نقلبها والا نحركها هيك بيديا راهو ما تتفتفتليش. ولهنا حبيت نوريها لكم من داخل، شوفوا ما شاء الله طريه منشفه من داخل وطريه وتذوب في الفم. كان عجبكم الفيديو ما تنساوش تخلوا لي جيم وكومنتير، وتعملوا لي ابوني للشان متاعي وتشجعوني، وان شاء الله نهاركم زين.